اديهم يا كابتن، اديهم بجد والله. لاول مره انا مع كابتن رضا عبد العال في اي حاجه هو يعملها وفي اي كلمه هو يقولها. اديهم يا كابتن، اديهم، اي يستاهلوا والله العظيم، يستاهلوا الناس دي. فيتوريا فاشل، وحازم امام فاشل، والاتحاد الكره كله فاشل، واللاعيبه محمود حماده. انت بتقول لي محمود حماده ما يصلحش؟ محمود حماده بس؟ هو ده اللي انت شفته بس؟ محمود حماده؟ ما شفتش علي جبر؟ شفتش بيكهام؟ شفتش طارق حامد؟ ما شفتش الناس دي حضرتك؟ يعني مش محمود حماده بس يعني. ده المنتخب كله لا يصلح يا راجل. اسمع بقى الجديد يا كابتن رضا، بيقول لك ان الاربع لعيبه بتوع الاهلي هما السبب. شفت؟ والله العظيم بقول لك هما السبب في خساره المنتخب. والله العظيم يا كابتن زي ما بقول لك كده. حازم امام الراجل الشيك الكيوت هو اللي بيقول كده. رد انت بقى. انا مش هرد، انا ساكت اهو، انا ساكت. رد انت بقى. يعني مش فيتوريا، مش اللعيبه اللي هم لا يصلحوا للمنتخب يا كابتن رضا، ها؟ لا، ده الاربع لعيبه بتوع الاهلي اللي مشوا، اللي راحوا للاهلي عشان يلعبوا الصور البطوله الرسميه، تمام، هم السبب في الهزيمه. ايه رايك بقى انت يا كابتن رضا في الكلام ده؟ يا ريت ترد وتقول لنا ايه رايك يا كابتن رضا في كلام كابتن حازم امام. اه، اتنين هجاصين بقى يردوا على بعض. اه، محدش يزعل مني. ما هي بص، الكرة في مصر بقت ماشية ايه؟ بالهجص، بالهجص. ويجي واحد